الله سبحانه وتعالى أكبر من كل المشاكل اللي احنا بنواجهها. هو اللي خلقنا، ولا خلق الشخص التاني والشخص التالت والشخص الرابع والشخص، خلقنا كلنا، وبإيديه قلبنا وبإيديه عقلنا وبإيديه تفكيرنا، وبإيديه يغير كل ده في غمضة عين. فالتسليم لله سبحانه وتعالى مش معناه الاستسلام. التسليم معناه إن ربنا سبحانه وتعالى حطك في المشكلة دي، حطك في الوضع ده، خلقك في وسط البيئة دي، لقيت نفسك محطوط في الموقف ده. طالما حصل يبقى الله سبحانه وتعالى مقدره، طالما انت اتحطيت فيه يبقى انت وسعه، انت قده. ففكرة انك موجود فيه دلوقتي، عليك شيء من المسؤولية انك تتصرف في تصرف صح. ممكن تغلط، ده اكيد، ده شيء بديهي، ان احنا مش بنتعلم بالراحة، لا احنا ممكن نتعلم، والاكتر كمان في حياتنا بنتعلمه بالمواقف الصعبة، بالاخطاء، بالحاجات اللي احنا بنخسر فيها حاجات، بعدها بناخد درس